الذكي هو اللي بيتوقع اللي هيحصل بناء على المعطيات اللي قدامه وبيعمل حسابه من بدري قبل الناس كلها، ودي عموما العقليه اللي بتنجح في الاستثمار. حتى لو مرتبك قليل ويا دوب على القد، هقول لك تعمل ايه بس كمل معايا وهتفهم. دي 20,000 جنيه خلال من 3 ل 4 سنين من النهارده، دي هتبقى دي، او ال 20,000 جنيه هتبقى قيمتها 10,000 جنيه. زي برضو من 3 سنين ال 20,000 جنيه دي كانت قيمتها 60,000 جنيه، وده بسبب انخفاض قيمة الجنيه قدام الدولار، والسبب التاني هو رفع الدعم اللي هيحصل عن الوقود خلال سنة ونص وعن الكهرباء خلال 4 سنين، وده برضو هيرفع الأسعار بشكل كبير. ودي حاجة كلنا شايفينها وعارفين إن ده هيحصل. ما ينفعش تبقى عارف وقاعد تتفرج على فلوسك اللي تعبت فيها عمالة تقل. طب المفروض تتصرف ازاي؟ لو حضرتك بتشتغل وبتقبض مرتبك اخر كل شهر وتقدر تحوش منه ولو جزء بسيط، الجزء ده روح اشتري بيه سبيكة ذهب صغيرة، ان شاء الله حتى سبيكة جرام واحد. ما تشيلش الفلوس زي ما هي ولا تدخل جمعية، لان في الحالتين قيمة الفلوس هتقل. بس الاهم هنا خلال ال4 سنين دول انك تستثمر في نفسك، يعني تتعلم حاجة جديدة عشان تطور بيها نفسك عشان تزود دخلك، او تكون اتعلمت حاجة تستثمر فيها الذهب اللي انت حوشته. وفي جملة كده خليك فاكرها وحطها حلقة في ودانك قبل ما تستثمر في أي حاجة: الحاجة النادرة مطلوبة وسعرها عالي. تاني، الحاجة النادرة مطلوبة وسعرها عالي. فكر في الجملة دي قبل ما تاخد خطوة في أي استثمار. هتعمل مشروع مثلا، يبقى ما تقلدش حد، فكر في حاجة مطلوبة ومش موجود منها كتير. هتشتري عقار، يبقى تشتري عقار في مكان عليه طلب ومش متاح منه كتير، يا اما عندك مؤشرات بتقولك ان المكان ده هيبقى عليه طلب بعد كده، بس ساعتها هتشتريه بسعر رخيص. حتى لو هتستثمر في وظيفتك، اللي بيشتغل حاجه نادره ومش موجود منها كتير هو اللي مرتبه عالي. طبق الكلام ده عموما على اي استثمار هتعمله. بس في الاخر اللي انا عايز اقوله، ما تقفش ساكت من غير ما تعمل حاجه وانت عارف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. انا سامي صموئيل، وما تنساش تعمل فولو.